السلام عليكم. اليوم نشارك معكم كيكه ديال الرخامه بمقادير مضبوطه سهله وبسيطه وفيها شويه الشوكولات غيعجب الصغار والكبار. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه والمقادير. كنديروا جوج بيضات، كنزيدوا عليهم جوج ساشيات ديال الفاني وكاس معمر ديال السكر وكنطربوا على اعلى درجه. نبقاو نستمروا في الخفق حتى تيتغير اللون وتيعقد شي شويه. وهنا غادي نزيدوا واحد الكاس ديال دانون ديال الفاني او ديال البنان اللي بغيتو، وكنعاودوا نطربوا على اعلى درجه. ومن بعد كنزيدوا كاس ديال الزيت ما عامرش حتى هو، وكنستمروا في الخفق. ومن بعد غادي بنفس الكاس ديال دانون نعبروا 3 ديال الكيسان ديال الدقيق فيهم جوج خمارات من وزن 15 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. ومن بعد ناخذ واحد المول اللي هو طويل، اللي بغيتو كومون تختاروا المول اللي بغيتو، ولكن هذا الطويل لان غنديروا فيه ممكن تختاروا حتى الدائري. كنديروا اكثر من نصف في المول ديالنا، واللي بقى غادي نزيدوا عليه معلقه ديال الحليب وجوج معالق ديال الكاكاو مر. وكنبقاو نطربوا مزيان حتى يعقد لينا حتى ياخذ اللون كامل. وهنا غادي نهزو بالملعقه وبقاو نحطوا بشكل عشوائي فوق هذاك الليكويدو ديال الطورطه الاولاني الابيض بشكل عشوائي، معلقه. ومن بعد غادي نجيبوا شي حاجه حاده. انا استعملت هذا ديال اللي كناكلوا به السوشي. صافي وغادي نبقى نهز من الدوره الاولانيه ونطرق الثانيه وهكذا، وبقى ندور بهذا الشكل هذا عشوائي. ومن بعد غادي ندور عليه واحد الدوره كامله بشكل عشوائي باش يخلي لنا بحال الشكل ديال الرخامه. صافي كنسخنوا الفران ومن بعد كنقصوا حتى 180 درجه ونحطوا الكيكه ديالنا طيب. كتجي هشه وخفيفه كأننا درناها بالزبده، مع ان درناها غير بالزيت الطبيعيه، ولكن طريقه الخفق اللي كنرفعوا ليه الدرجه هي اللي كتعطي هذا الشكل هذا النهائي. كتجي زوينه وهشه وخفيفه ورائعه. هاد الكيكه انا نضمن لكم انها كتجي واعره. ممكن تستعملوا دانون اللي بغيتو، ولكن نفس الكاس كتعبروا به باش ديروا الدقيق. الى عجبتكم الكيكه وعجبكم الفيديو خليوا لي لايك وخليوا لي اعجاب واشتركوا في القناه. الفيديو ديال اليوم سهله معنا. بسلامه عليكم وربي يكون يعاون.